اليوم باش نحكوا على الميركاتو الشتوي والعروض الجديدة لملاعبين المنتخب. أول حاجة ما تنسيوش اللايك والأبونيه، وخلينا نبدو في الفيديو متاعنا. تونسية وإن كانت بالأحمر كرتها الله. أمين إلياس جلورن لاعب رابيط فيينا النمساوي، ديفونسور عمره 20 سنة، بقليه انه لعب مع المنتخب التونسي تحت 23 سنة ضد المنتخب العراقي. أمين إلياس لعب مع ناديه في الدوري المؤتمر الأوروبي 3 مباريات، وفي الدوري النمساوي لعب 5 مباريات. أمين في الوقت الحالي تبعوا فيه 3 أندية كبار، واللي هما دورتموند الألماني واليوفي الإيطالي وبازل السويسري، وحتى انه في آخر بارتي نادي بازل كان يتبع في اللعب واللي تحصل فيها على تنقيط 6.9. أمين إلياس موهبة جاية في المستقبل، وخاصة مستقبل المنتخب التونسي. دورتموند واليوفي صرحوا رسميا انهم يتبعوا في اللعب، وتوا كل ما علينا ان نستنوا مصير اللعب، وتوا خلينا نتعديو للجوار اللي بعده. أليسون سانتوس لاعب سبورتينغ لشبونة محل متابعة من نادي نابولي الإيطالي. لاعب ما عندوش 5 شهور من اللي جه لسبورتينغ لشبونة، غاديك لعب معاهم 12 مباراة في الدوري البرتغالي، ساهم فيهم في هدف وتحصل على تنقيط 6.9. زاد لعب معاهم 5 مباريات في الشامبيونز ليج، سجل فيهم 2 بونتو ومنهم بونتو ضد مارسيل فرنسي، وشارك 4 مباريات في الكأس البرتغالي. حاليا القيمة التسويقية بتاع أليسون سانتوس 4 ملايين دولار، بعد ما كانت تشهر التالي 1.5 مليون دولار. نابولي الإيطالي في مفاوضة مع اللاعب، وحسب ترانسفير ماركت بنسبة 3% اللاعب باش ينتقل لنابولي. المفاوضة مازالت كبدات، واحتمال الأسبوع الجاي المفاوضة باش ترتفع. اللاعب عمره 23 سنة، الجنسية التونسية حاليا عنده. صراحة اللاعب باش يزيد برشا للمنتخب التونسي، ونتمنوا اننا نلقاوه في كأس العالم الجاي. اللاعب اللي بعده من البطولة التونسية واللي هو لاعب النادي البنصرتي عزيز القاسم، بعد تألقه الكبير في البطولة. لاعب عمره 24 سنة، قيمته التسويقية 350 ألف دولار. لعب 14 مباراة في الدوري التونسي، ساهم بهم في هدف. يلعب أريير دروا، لاعب حاليا في مفاوضة مع زوز نوادي، نادي من الدوري العراقي واللي تقدم ب 150 ألف يورو للنادي البنصرتي، ونادي آخر من الدوري المجري يتقدم بعرض للاعب لكن ماهوش معروف قديه. كل توفيق للاعب، وخلينا نتعدوا للجوار اللي بعد. اللاعب اللي بعده هو منتصر الطالبي، بعد 16 مباراة في الليج 1 رينا فيهم تألق منتصر الطالبي، واللي حاليا متحصل على تنقيط 7 في الليج 1، وهذا اللي يخليه تحت اهتمام نادي كبير كيما ليفركوزن الألماني. كيما نعرفوا منتصر الطالبي ركيزة المنتخب التونسي، ويستحق انه يكون في كيبة كبيرة، وان شاء الله الصفقة تتم ونشوفوا اللاعب بعد الميركاتو الشتوي في الدوري الألماني. وهكا نكونوا وصلنا لآخر المقطع. ان شاء الله غدوة باش نهبطوا ليكم فيديو على ميركاتو النادي الافريقي والا ميركاتو التراجي، سينو اللاعبين اللي باش يدخلوا للتراجي والا اللي باش يخرجوا من التراجي، كيف الافريقي. معناها اعمل ابوني وفعل الجرس واستنينا في الفيديو الجاي.